السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه الليمون المعصفر السريع، وهنشوف ازاي في يوم واحد بس مش هيكون فيه اي مرارة، وهيكون طعمه زي المحلات واحسن كمان. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف عملناه ازاي. دول 3 كيلو ليمون اصفر، هجيبه اصفر قشرته ناعمه، ما يكونش اخضر ولا قشرته خشنه، عشان خاطر يستوي معايا بسرعه وفي نفس الوقت ما يكونش فيه مراره قوي. غسلته كذا مره، غسلته كويس، وبعد كده قطعته كده، بقطعه 4 كده بس ما وصلش بيه للاخر. انا قطعه كده زي الزائد كده بالطول وبالعرض، بس ما وصلش للاخر. اخلصه كله بنفس الطريقه، ويكون معايا حله ميه على النار اسيبها تغلي، وبعد كده انزل بالليمون اسلقه. انا هنزله كله مع بعض، بس مش هخليه كله يستوي في نفس المده، يعني في شويه هطلعهم بدري شويه عشان خاطر هنخلله يتاكل بعد اسبوع، والباقي هسيبه يستوي كويس عشان خاطر ناكله تاني يوم على طول. ودلوقتي معايا حوالي 10 ليمونات كده كبار، هعصرهم برضو، اخد منهم حوالي كوبايه عصير الليمون عشان خاطر احطهم على ميه المخلل. هركنهم بقى على جنب. ودلوقتي الليمون بتاعي نصه كده وصل للمرحله اللي انا عايزاها، بقى نص سوا. هطلع نصه اركنه، والباقي اسيبه يستوي كويس. ده اسيبه يستوي كويس خالص لحد الجلده بتاعته ما تستوي، لان هناكله على طول تاني يوم. كده خلاص استوى معايا. هركنه على جنب يبرد بقى واعمل له الخلطه بتاعته. دي حوالي كوبايه عصفر، حطيت عليها معلقه كبيره ملح ومعلقه حبه البركه صغيره. ما تكتريش حبه البركه قوي عشان خاطر بتغمق لون الليمون. ودلوقتي بمسك واحده بواحده كده واحط فيها حوالي ربع معلقه صغيره، مش اكتر من كده، من الخلطه اللي هي عصفر بملح بحبه البركه. اخلصه كله، اركنه على جنب، واجيب القديم برضو اللي انا كنت سايباه يبرد شويه، اللي انا هعمله بقى المخلل السريع ده اللي هو مستوي كويس. احط فيه هو كمان من الخلطه دي واركنه برضو على جنب. ودلوقتي هجيب البرطمان بقى اللي انا هحط فيه. دلوقتي هعمل اللي هو يتاكل بعد اسبوع. احاول ان انا ارصه كده، اخلي القاعده بتاعته من تحت، والفتحه بتاعته دي لازم تكون كده من فوق، عشان خاطر يكون محتفظ كده بالخلطه في قلبيه ويكون لونه حلو. وكمان مقطعه معايا قرنين فلفل رومي كده، مقطعاهم هيدوا لون حلو وفي نفس الوقت هيتاكلوا معاه. ودلوقتي المخلل السريع كمان حطيت برضو معاه من الفلفل الرومي دوت، وهرص طبقه تحت، ده اللي انا هناكله تاني يوم على طول. مخليها في العلبه كده. وحطيت معاه حبه شطه خضراء، هقطعها واديها غلوه واحده بس. هسلقها تغلي مره واحده بس في الميه، ده على اساس عشان هناكله تاني يوم. طبعا دي لو هتقعد يومين بس ما كنتش سلقتها خالص. انا حطيتها يدوب في الميه المغليه كده 5 دقايق وشلتها على طول. وحطيت عليها برضو فلفل احمر مقطعاه شرايح، ورصيت تاني عليه بقيه الليمون اللي انا حاطه فيه الخلطه. دلوقتي معايا بقى حوالي 4 5 فصوص توم، هقطعهم كده بالسكينه حتت، مش ههرسهم ولا حاجه، هخليهم بالسكينه كده. هحط في كل برطمان كده فصين توم متقطعين. ده بيدي طعم حلو وفي نفس الوقت بيحافظ على المخلل بتاعي، بيدي طعم حلو قوي لميه المخلل. وكمان ورقتين لورا برضو بتحافظ على المخلل وبتدي برضو طعم حلو. ودلوقتي هعمل بقى الميه بتاعته او المحلول. دي كوبايه الليمون اللي انا عصراها، ودول 4 قرون شطه كده حاره. ممكن لو ما عندكيش الشطه دي تحطي شطه بودره حاره. قطعتهم كده، واحط عليهم كيس الملح ده 6 معالق. ده هياخد معايا لتر من المحلول هيتحط على 3 كيلو ليمون دول. انا واخده لتر اهوت من ميه الليمون المسلوق، دي الميه اللي انا سلقه فيها الليمون. اللتر ده بياخد 6 معالق ملح. الكيس ده انا معايراه 6 معالق. حطيت عليه كيس الملح دوت، وهضربه كويس كده في الخلاط عشان خاطر يديني لون حلو. ودي معلقه سكر عشان خاطر الحفظ، وكمان معلقه واحده بس خل. وطبعا مش محتاج خل لانه معمول بالليمون الصافي، مش محتاج خل، بس معلقه خل واحده كماده حافظه بس مع السكر. دلوقتي هعبي بقى المحلول دوت على الليمون. لازم طبعا اتاكد ان المحلول دخل كويس كله في قلب الليمون. كده خد كفايته خلاص من المحلول. هو خد لتر واحد من ميه عصير الليمون ديت على كوبايه الليمون المعصور. بكبسه كويس، اتاكد ان الليمون الميه مغطياه. وبعد كده احط على وشه بقى شويه زيت. طبعا لازم زيت عشان خاطر يمنع الهواء. معلقتين 3 زيت بس كده على الوش، ده طبعا عشان خاطر بيحافظ عليه مش يبوظ. دلوقتي بقى لازم اقفله كويس، كيس استرتش كده او كيس تلاجة الاول، وبعد كده اغطيه كويس بالغطا. وطبعا من اهم حاجه برضو البرطمانات اللي انت هتعملي فيها لازم تكوني غسلاها بميه مغليه كويس، لانه لو متاكدتيش ان هي مغسوله بميه مغليه كويس او متعقمه كويس ممكن المخلل برضو يبوظ فيها. دلوقتي انا قفلتها كويس بقى بالاسترتش كده، وبعد كده احط عليها الغطا. كده خلاص خلصتهم، قفلتهم كويس. اتاكد ان هو مش داخله اي هوا.
ومقفول كويس. واول ما افتح في البرطمانات دي عشان خاطر ناكل منها لازم احطها في التلاجة. يعني البرطمان اللي تفتحيه تاكلي منه حطيه في التلاجة، لانه مسلوق برضو غير اللي بيكون محطوط اخضر، ما ينفعش يتساب بره كتير ممكن يبوظ منك. دلوقتي خلاص ده تاني يوم، انا سبته كده لتاني يوم. ده الجزء من الليمون اللي انا سلقته كويس، سلقته خالص لحد ما بقى مستوي كويس معايا عشان خاطر طبعا ناكله تاني يوم. وشرب من الخلطة بتاعته، لونه بقى حلو قوي، وشرب من الخلطة ومن الملح وطعمه بقى حلو جدا. طبعا انت لو طلعتيه لقيتي فيه مرارة هيكون محتاج منك معلقة ملح، وبرده ما تكتريش قوي الملح فيه. لكن لو لقيتيه مر حطي له معلقة ملح كمان، لان الليمون بيكون سحب المرارة بتاعته، بتكون سحبت الملح. المية بتاعته كمان حلوة قوي، والليمون دايب خالص وطعمه جميل جدا، وشارب من الخلطة كده وطعمه حلو قوي. وطبعا طول ما انتي سايباه مش هيحصل له اي حاجه. لو انتي عاملاه برده نص سلقه كده وسبتيه ان شاء الله يقعد سنه معاكي مش هيحصل له اي حاجه. اهم حاجه اول ما تفتحيه ويدخل له هوا تحطيه في التلاجة. او لو انتي عامله كميه كبيره، برطمان كبير، هتاخدوا منه شويه بشويه في علبه وتحطي العلبه دي في التلاجة عشان مش كل يوم تفتحي عليه. شكله حلو قوي، الميه بتاعته كمان حلوه، والمخلل حلو قوي وسريع، ما خدش مننا وقت، وتاكليه على طول. لو انتي مستعجله او عندك عزومه هتعمليه في نفس اليوم. بس كده، اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.